هاي عليكم الزينات تاعي، مرحبا بكم حبيباتي غالياتي المشاهدات العزيزات. كما راكم تشوفوا الشابة تاع منيا هذه وريت لكم الاوتفيت تاعها في المستشفى. شوفوا كرشها مازال ما هبطتش، تقول مازالها اونسانت. ها هي البيبية تاعنا، ها هي الاميرة الشابة، الله يبارك الله يبارك. شوفوا هذا اول يوم ليا، بعد هي راها تقول هذا اول يوم ليا مور ما زيت. النهار الثاني قالت لك سقساوني على النظارات في لي كومونتير وقالوا لي اسكو درت شي راديو تاع العينين قبل الولاده تاعك وطلبوه فيه. قالت لكم هنا ما طلبوش فيا راديو تاع العينين لاني دائما نسويفي على عينيه وما كان حتى مشاكل. وزيت زياده عاديه، ما داروليش لانستيزي وماشي سيزاريان باش يديروا لي لانستيزي. ممكن قالت لكم بالك كي تكون وحده راح دير عمليه سيزاريان يطلبوا فيها الراديو تاع العينين، والله اعلم. المهم قالت لكم درت الدوش تاعي الله الله ونشفت شعري. شوفوني كي راني شابه، راني فرحانه بالبيبيه. البيبيه تشبه لي كيما راها تقول، البيبيه تشبه لي وشابه كيما انا. هذا هو الكاطو تاع العيد لاني زيت صبيحه تاع العيد. قالت لكم ما عنديش لابيتي، ما رانيش قادره ناكل كامل، ماشي كيما في زياتي الاولى كنت حابه ناكل. هذه ما رانيش قادره ناكل، راني حاسه روحي مازالني تعبانه ومازالني منفخه. هنا جيت نعلق لكم على الولاده تاع منيا الله يبارك ما شاء الله. لكن مقارنة بالمكان اللي راها فيه وبالدولة اللي راها فيها، راها في السويد في دولة كبيرة، دولة متطورة، ماشي كيما الدول تاع العالم الثالث الله غالب. الدول المتطورة ما شاء الله يقيموا بالمرأة لأن عندهم دراهم، المستشفيات تاعهم متطورة، المرأة ما تخرج من عندهم حتى ترتاح مليح في المستشفى 3 ولا 4 أيام حتى تريح مليح في المستشفى. ويشوفوا باللي البيبي لابس عليه يدوشوه، المرأة تدوش كل يوم والبيبي كذلك يتهلاو فيه ويدوشوه كل يوم ويبدلوله ويمدوا لهم هما ليكوش والحليب ولي بيبون كامل من عند المستشفى. الله يبارك. كما قالت لنا كي كانت تدير في التحضيرات تاعها، قالت لنا باللي هي ما شراتش، المستشفى هو اللي يمد لهم. الله يبارك. مقارنة بالعالم الثالث ورانا ساكنين حنايا ناقصة، المقامة ناقصة، المستشفيات تاعنا ناقصة.